هنعمل النهاردة مع بعض ألذ وأطعم طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل. بيتباع في المطاعم بره بأسعار مبالغ فيها، فقررت أعمله لكم النهاردة بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وتطلع معاكي كده طعم العكاوي حاجة كده تنقلك في حتة تانية خالص. والبطاطس اللي فيه ده يدوب، وكمان الصوص بتاع الطاجن رهيب كده مع الرز بشعرية أو رز أبيض، حاجة كده من الآخر زي ما بيقولوا. ندخل بقى على الفيديو على طول. اول حاجه معايا هنا العكاوي، اهم حاجه تكوني جايباها من جزار مضمون، وتقولي له عايزه بقى عكاوي كده تكون حلوه ومليانه لحمه، عشان في عكاوي بتبقى ايه صغيره بتاعت يعني مثلا بقره او جاموسه صغننين، فالعكاوي ما يبقاش فيها لحم. لكن لما يكون الحيوان يعني حجمه كبير، فبالتالي العكاوي بتاعته بتبقى فيها مليانه لحمه، والعكاوي بتبقى كبيره وحلوه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده العكاوي معايا. بصوا يعني ده كده الجزء الصغير فيها ما شاء الله مليان لحم، والجزء الكبير برضو مليان. دي اهم حاجة في نقطة العكاوي. وبعد كده طبعا تغسليها كويس جدا وتطمني يعني من نظافتها. وبعد كده بقى بيكون هو الجزار مقطعها لك، لان انت مش هتعرفي تقطعيها لوحدك في البيت نهائي عشان بيبقى فيها عظم من النص. نيجي بقى للبوكيه جرنيه بتاعنا. معانا بصل وطماطم ورق لورا و... وتوم، فصين توم بس وقرن فلفل بس رومي كده يدي بس ريحة حلوة للشوربة. طبعا ما بنزلش بالبوكيه جرنيه خالص دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. دي مية مغلية بتغلي جدا على النار، نزلت فيها بالعكاوي بسيبها لمدة 10 دقايق كده او ربع ساعة، لغاية ما تطلع الريم بتاعها واقوم شايلاه. وبعد كده الشوربه تبقى صافيه خالص زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده بنزل بقى بالبوكيه جرنيه بتاعي اللي هو زي ما قلت لكم عباره عن ايه. وبعد كده بالفلفل والكزبره الناشفه ومرقه الدجاج. ما بضيفش ملح برضه الا في الاخر خالص علشان اللحمه تستوي معايا. نيجي بقى هنا على طاسة على النار، هنحط فيها معلقتين سمنة كده بلدي كبار. وبعد كده ننزل عندنا ببصلتين كبار كده متقطعين جوليان، ننزل فيهم في السمنة البلدي، نحمرهم ونكرملهم كويس جدا لغاية ما نوصل للدرجة اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي. اوكي، لغاية هنا الخطوات سهلة وبسيطة جدا. بس ابتدي بقى اقلبهم كده. اهم حاجه ايدك تبقى فيهم عشان ما تحرقش من حته وحته، لا تفضلي واقفه كده جنبهم وتفضلي التقليب باستمرار لغايه ما اللون يوصل معايا بالشكل ده. كده هو ده اللون اللي انا المطلوب علشان يطلع معايا طاجن حلو مبيبقاش فيه اي مراره. ما تحمريش اكتر من كده. اوكي. بعد كده بقى هنزل بالعكاوي. خلاص هي العكاوي اتسلقت تماما. انا ما بحب اللحمه بالذات تكون مستويه كويس جدا، يعني ما سلقتهاش نص سلقه او تلات ارباع، لا سلقتها تماما. واللحمه خلاص كده يعتبر مستويه. انا بس عايزاه بقى تاخد طعم الكرمله بتاع البصل. هعمل ايه؟ هنزلها بقى مع البصل كده وهو بيتشوح، وانزل عليهم بالملح والفلفل الاسمر والشوربه علشان البصل الكرمل ينزل الصوص بتاعه في الطاسة كده مع بعض. نديهم تشويحة بس الأول على الطاسة. وبعد كده بقى نجيب الطاجن بتاعنا، يكون طاجن فخار كده او بايركس لو مش متوفر عندك بقى الفخار. وتبتدي بقى تكوني جايبه بطاطسيتين كده حجمهم وسط، وتقطعيهم سلايس كده، بس طبعا ما تكونش السلايس تخينه، تكون رفيعه كده زي ما وريتك السمك بتاعها. وتحطيها في ارضيه الطاجن بتاعك. وتبتدي ترصيها زي ما انت عايزة بالشكل ده، او تحطيها كده بشكل عشوائي براحتك يعني. بس انا بحب اعمل لكم ديكوريشن كده للطبق بتاع التقديم. وبعد كده بقى ننزل بالصوص بتاع البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني المنظر بيتكلم عن نفسه. طاجن بجد تحفة تحفة. يعني الطاجن ده كنت طالباه مرة، كنا بناكل مرة في حضرموت وطالباه كان برقم خيالي، فلا على ايه يعني اعملي الحاجة في البيت. والله العظيم اللي انا عملته احلى من اللي كلناه بره. متخيلين طبعا حضرموت معروف يعني مش انا اللي هشهره، بس حقيقي اللي انا عاملاه طلع احلى من اللي احنا كلناه بره. كل حاجه متكلفه ومعموله كده بمزاج. والعكاوي ما شاء الله الطاجن طبعا كبير مش زي اللي بيتجاب من بره. وده كان بقى الشكل النهائي. هدخله بقى الفرن لغايه ما البطاطس تستوي وتاخد وتدي مع بعضها كده، والصوص كده يتشرب من اللحمه كويس، والبطاطس تكون خلاص دابت. هي مش هياخد منك وقت كتير في الفرن لان احنا كل حاجه مستويه، هي البطاطس بس ومتقطعه سلايس رفيع، فهتستوي بسرعه البرق يعني ربع ساعه او تلت ساعه في الفرن. وبعد كده تطلعي. عايزه اقول لكم انا وانا بمنتج دلوقتي ريقي جري.
طبعا بمنتج بعد ما الاكله بتتاكل بكتير، بس ريقي بيجري تاني بقى، فانتوا هتشيلوا ذنبي. المنظر بقى هو بيتكلم عن نفسه اهو. بصوا بدون اي افتكاسات ولا اي حاجه، طاجن من الاخر تاكليه من هنا كده. يعني عايزه اقولك احنا كلناه ونبنا. طبعا البصل بقى وبيعمل، انتوا عارفين بيعمل عمايله، خلي الواحد عايز ينام. ومعانا طبعا رز بشعريه. ممكن تعملي رز ابيض لو انتي من محب الرز الابيض، بس انا عشان بحب الرز بشعريه. بصوا بقى الطاجن بيطالع من الفرن بيبقبق، شايفين الفقاقيع مولع كده. تكوني حريصه طبعا وانت بتمسكي الطاجن، تكوني لابسه الجلافز بتاع الفرن. وحطيته كده على البورد بتاعي، اوعي تطلعيه على حاجه فيها ميه. بحاول اقول لكم كل تفصيل علشان تبقي حريصه وانت بتعملي الحاجه. بصوا بقى، هو مش ناقص بقى غير ان انا ادوقه معاكم. يلا بينا بقى كده ندوق ونشوف اللحمه مستويه ازاي والبطاطس دايبه ازاي. كل حاجه حرفيا كده في الطاجن وهم تحفه. طلعت كده حته عكاوي صغيره ومعاها بطاطسايه عشان اوريكم المنظر عامل ازاي. بصوا هي البطاطس دايبه. يعني انت لو عايزه تتخني البطاطس براحتك، هتدوب يعني في الطاجن، هتدوب ما تقلقيش، متخافيش من اي حاجه. وناخد بقى كده معلقه رز صغننه كده اوريكم المنظر. والله يا جماعه ريقي جري تاني، لان فعلا طعمها كان تحفه وخرافي جدا. بصوا، انا بحنس نفسي، بحنسكم وبحنس نفسي معاكم. وادي اللحمه دايبه خالص اهي. بصوا انا بس عشان العظمه خايفه تزفلط ولا حاجه تيجي في التليفون. بصوا دايبه ازاي، دوب دايبه دوب كده، بتطلع من العظمه بمنتهى السهوله. طبعا ده اللي عامل معانا كده ان انا سبتها استوت خالص في البوكيه جارنيه والشوربه اللذيذه بتاعتنا، وطلعت شوربه حلوه قوي. اوعي تستغني عن خطوه الشوربه دي، شوربه العكاوي يعني لا يعني ما تتعوضش، اوعي تفوتيها. بس وكان ده طبق النهارده، ودي كانت وصفه النهارده. يا رب تكون كانت وصفه خفيفه ولذيذه كده عليكم، وان شاء الله كل اللي يجربها يدعيلي، ومستنيه ارائكم في الكومنتات. بحاول اعمل لكم زوم اوريكم الجمال قد ايه، يعني عن قرب تحفه، والتصوير بيبقى ظالم ساعات الحاجه كتير. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جديده وفي وصفات اكتر بكتير. بس لو انتي اول مره تشوفيني على اليوتيوب واول مره ظهر لك، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه. ولو الفيديو عجبك والوصفه عجبتك، تدوسي لايك وتكتبي كومنت كده يحفزني ان انا اكمل واستمر. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.